السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. هنعمل كيكة الخلاط السريعة بكل تكاتها، وهتطلع معاكي هشة وناجحة جدا. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي أسماء، ويا ريت نعمل اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ويلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نشوفها عملناها ازاي. نبدأ بسم الله. جبنا الخلاط بتاعنا، نزلنا فيه بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. تمام كده. بعد كده هنضيف حوالي كوباية سكر. السكر هنا نسبي على حسب ما بتحبوه. هنا حطيت حوالي كوباية او مج سكر. كيس فانيليا، او لو بتحبوا الفانيليا السايلة بتضيفوها طبعا بتبقى كمان احلى. هنا بقى طبعا بعد ما ضربتهم كده في الخلاط الثلاث مقادير دول، هحط عليهم عصير برتقانة. تمام. ودي حوالي معلقة خل، دي بتخليها هشة. هنا حوالي كوباية الا ربع زيت او سمنة على زيت على حسب ما تحبوا برضو. تمام. وضربناهم وشلناهم بقى كده على جنب. هنا بقى جبنا حوالي كوبايتين ونص او مجين مليانين ونص دقيق. اي نوع دقيق، فاخر او سبونج. تمام، او بتاع كيك. تمام. مهم قوي بقى الخطوة دي ان احنا ننخله كده مرة او مرتين، عشان الكيكة تطلع معانا هشة وناجحة. عشان كمان الدقيق ما يبقاش متكتل كده ويبقى يعمل تكتلات في الكيك لما تتعمل. والخطوة دي طبعا مهمة جدا عشان الكيكة تنجح معانا. وسر من اسرار نجاحها للناس اللي هي بتقول انها ليه الكيك بتعمل كل خطواته صح، ومع ذلك بيطلع متكتل في بعضه كده ومبيبقاش ناجح. فالخطوة دي لازم نعرف انها مهمة. هنا بقى ضفنا حوالي معلقة نشا. تمام، برضو دي يعني حاجة زيادة بس من اسرار الكيكة برضو. معلقة نشا. ده كيس باكينج باودر. تمام. بنضيفه على دي المكونات الجافة، ورشة ملح. وبنقلبهم كويس مع بعض. بنقلب المكونات الجافة اللي عملناها دي مع بعض كده. ومهم نقلبهم كويس عشان ما يبقى الكيك محسن الكيك او البيكنج باودر يبقى يتوغل في الدقيق كله. تمام. هنا بقى هنجيب الخليط السائل اللي احنا عملناه في الخلاط، وهنضيفه كده على الدقيق بتاعنا. تمام. ومعانا المضرب اليدوي بتاعنا، وبالراحة كده باتجاه واحد، من بره لجوه كده. هنقلب الدقيق مع الخليط. تمام. ما نحاولش ان احنا نقلب بعشوائية او بسرعة علشان ما نخرجش الهواء منه. تمام. فبرضو من مهم قوي الخطوة دي، من اسرارها، من اسرار نجاحها يعني، اللي هي ان احنا بنقلبه بشويش كده بالراحة من بره لجوه. شايفين هنا بنتأكد بالراحة كده ان احنا بنقلب الدقيق او الخليط المكونات الجافة مع المكونات السايلة بالراحة، ونتأكد ان مفيش بقى حاجة ناشفة او حاجة جافة جوه في الخليط بتاعنا ده. تمام. بالراحة نحاول ان احنا نفك التكتلات، ما يبقاش فيه اي حاجة. شايفين تمام كده. شايفين السمك بتاعنا بقى عامل ازاي كده اهو. لو لقيناه اللي هو تقيل معانا شوية، ممكن نضيف شوية عصير برتقان او شوية لبن. او لو لقيناه خفيف ممكن نضيف شوية دقيق صغيرين. تمام. يعني بنظبط السمك على بيكون بالطريقة، بيكون يعني بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، طبعا في صينية مدهونة زبدة او زيت. تمام.
بنصب بقى الخليط بتاعنا كده جوه الصينيه. تمام. وقبل ما اصب الخليط في الصينيه كده بكون مشغله الفرن او مولعاه عشان يسخن شويه قبل ما ادخل الكيك في الفرن. هنا طبعا بعد ما صبيت الخليط في الصينيه بنخبطها كده على الرخامه حوالي 5 6 مرات كده. تمام. عشان لو فيها فقاقيع او حاجه من جوه تطلع وتكون مظبوطه يعني من الداخل. بنسيبها يعني بنكون مشغلين بقى الفرن حوالي 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما ندخل صينية الكيكة جوه الفرن. واهم تكة بقى معانا ان احنا لما ندخلها الفرن بنسيبها حوالي نص ساعة او تلت ساعة، ما نفتحش عليها باب الفرن نهائي لحد ما يعدي الوقت ده. نقدر ان احنا نفتح باب الفرن ونختبرها ونشوفها بخلة سنان كده. ممكن ندخل خلة سنان فيها ونشوفها، لو طلعت نضيفة تبقى استوت من جوه، لو لسه فيها حاجات كده مكان الكيك تبقى لسه شوية. تمام. المهم ان يعدي نص ساعة وهي في الفرن، بعدها ممكن نشوفها لو كانت استوت او لسه. هنا بقى طبعا بعد ما خرجت من الفرن يعني طريقة سهلة جدا، كيكة الخلاط السريعة اي حد يقدر يعملها بسرعة جدا. شايفين لونها وشكلها هاشش جدا وشكلها جميل جدا وناجحة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش تدوسوا لايك، واشوفكم على خير، مع الف سلامة.